المطرب اللي مصر كلها دلوقتي مقلوبة عليه، ومش زي أي حد قبل كده. الكل بيقول يا رب. حلاوة كان موجود معاه في العربية في الحادث طبعا، شفاه الله وعافاه. الحادث أليم جدا. حلاوة طمنا عليك الأول. الحمد لله تمام. أنت عامل إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. طب قول لي كده إيه اللي حصل لك؟ انا كنت نايم والله، صحيت من النوم لقيت نفسي في المستشفى بركب شرايح المصابين في رجلي الاتنين ودراعي. يعني أنت أصلا في العربية ما شفتش لحادثة؟ ما شفتش حادثة ولا شفت ايه دار ولا شفت اي حاجة، نايم. ولا صحيت لقيت نفسي في المستشفى هنا والدكاترة والكلام ده كله، اللي جه عليا عمال انام واقوم انام واقوم، مش داري بالدنيا ولا داري في ايه ولا داري بأي حاجة. بدأت تحس بالوجع إمتى؟ ده ساعة ما صحيت عملت العملية امبارح. امبارح بالليل. لسه عملت 3 عمليات امبارح. 3 عمليات. الحمد لله يعني. ويا رب يا رب اللي بيحب اسماعيل يدعي له من قلبه. حلاوة وأنت في عز محنتك بتقول، يعني ما قلتش ناس ادعوا لي، بتقول ادعوا لإسماعيل وأنت في عز طبعا، محنتك؟ عشان هو الحالة بتاعته مش، احنا الحمد لله، بس هو حالته مش لسه والله. إسماعيل أخ. فريت الناس تدعي له، اب مش اخ والله. انا بقول عليه ابويا، ما بقولش عليه اخويا، ما استعارش منه. بس وكل يجيبه ربنا كويس، والحمد لله على اي حاجه. الحمد لله. ما شفتش إسماعيل؟ شفته كان نايم جنبي، بس ما انا كنت نايم برضو، قمت شفته بس ما بعد كده هو دخل رعايه وانا دخلت في حته تانيه معاه. هو لحد دلوقتي انا ما شفتوش. هو كان نايم برضه في العربية معاك؟ انا ما كنتش، انا في العربيه ما فقتش، ولا كنت فاق في العربيه، ولا كنت فاق مين اللي صاحي ولا مين اللي نايم. انا ما فقتش الا في المستشفى. انا في العربيه نايم من ساعه ما مسكنا الطريق عشان كنت مطبق. انا نايم نمت عشان كنت بيقولوا مطبق. إسماعيل كان بسرعة. لا مفيش الكلام ده. قضاء وقدر. الحمد ولا لله. مستعجل ولا عايزين نخرج بسرعه ولا اي حاجه. نخرج بسرعه فين؟ احنا ماشيين في طريق انا اسف ما فيهوش رن حتى. نمشي بسرعه ازاي وانا نعمل كده ازاي يعني؟ طب أنت عرفت إن العربية اللي خبطتها دي كانت هي اللي غلطانة، أنتوا اللي غلطانين؟ ما اعرفش، كنت محدش حكى نايم. لك حاجة. محدش حكى لي حاجه وكنت نايم. انا ما فوتش الا في المستشفى هنا والله. تقول للناس إيه؟ يعني الحمد لله عليكم، كل اللي يجيبه ربنا، ده بيبقى قضاء وقدر. ما نقولش حاجه تانية اكتر من كده، وده نصيب ربنا كاتبه لنا وهنشوفه في الدنيا بقى، هنشوفه في الاخره زي ما هنشوف. بس والحمد لله على كل من شيء. حب الناس في إسماعيل بدأوا يقولوا إن هو محسود، مضايقين الحمد لله. الحمد لله. أنت شايف فعلا إن إسماعيل يكون محسود؟ والله احنا الحمد لله برضه، احنا اغلب من الغل. الحمد لله. بس ما نقولش حاجه تانية اكتر من إسماعيل كده. عمل خير كبير وبيعمل خير دايما. هو حنين وإن شاء الله وطيب بإذن الله يقوم وغلبان. منه. معلش انا اسف، اجدع منه مش هشوف. ده حقيقي. بس ما اقولش حاجه تانية. متواضع. آه. بيقعد بين أهله. صاحب صاحبه وجدع. صاحب صاحبه. كل حاجه. أب لأصحابه ولزمايله. طبعا. عرفت كمان منكم كلنا بيتكفل من بأسر. كلنا من غيره ما نسواش. بيتكفل بأسر كمان. طبعا كلنا من غيره ما نسواش حاجه. ما اقولش حاجه. اللهم ارزقه الشفاء العاجل. يا رب. اللهم ارزقه الشفاء العاجل. ويا ريت الناس بس تدعي له، اللي بيحبه يدعي له من قلبه. مش يعني لو هنطلب حاجة واحدة بس على لسان هنا أسرته، مش عايزين غير الدعاء، مش عايزين حد يقول عليه كلمة كذا، مش عايزين غير ان احنا نقول اللهم ارزقه الشفاء العاجل، اللهم تمم شفاء على خير، يا رب رجعه لأهله سليم معافى، يا رب يرجع لأولاده سليم معافى، يا رب يعني ما يحط حد في أي موقف زي ده. يا رب. في حد غيرك أنت وإسماعيل مصابين؟ في 2 تاني معايا. من الفرقة. 3 تاني 3 من الفرقة. من الفرقه. اه. في عم الشيخ سامي وسري وحسام السواق. أخطر حد إسماعيل ولا حسام؟ اخطر حد اسماعيل. إسماعيل. اللهم ارزقه شفاء عاجلا يا رب، اللهم ارزقه شفاء عاجلا يا رب. بنطمن حضراتكم ان يعني اسماعيل الحمد لله حالته مستقره هنا من داخل المستشفى. بنطمن حضراتكم، ولكن الدعاء، نسالكم الدعاء والله العظيم ما في ايد اي حد حاجه غير ان احنا نقول يا رب وان احنا ندعي. اللي بيحب اسماعيل يدعي له. وانا عارف كنت نايم. محدش حكى لي حاجه وكنت نايم. انا ما فوتش الا في المستشفى هنا والله. تقول للناس ايه؟ يعني الحمد لله عليكم، كل اللي يجيبه ربنا، ده بيبقى قضاء وقدر. ما نقولش حاجه تانية اكتر من كده، وده نصيب ربنا كاتبه لنا وهنشوفه في الدنيا بقى، هنشوفه في الاخره زي ما هنشوف. بس والحمد لله على كل من شيء. حب الناس في اسماعيل بدأوا يقولوا ان هو محسود، مضايقين. الحمد لله. الحمد لله. انت شايف فعلا ان اسماعيل يكون محسود؟ والله احنا الحمد لله برضه، احنا اغلب من الغل. الحمد لله. بس ما نقولش حاجه تانية اكتر من اسماعيل كده. عمل خير كبير وبيعمل خير دايما. هو حنين وإن شاء الله وطيب بإذن الله يقوم منه. وغلبان. معلش انا اسف، اجدع منه مش هشوف. ده حقيقي. بس ما اقولش حاجه تانية. متواضع. بيقعد بين اهله. صاحب صاحبه وجدع. صاحب صاحبه. كل حاجه. اب لأصحابه ولزمايله. طبعا. عرفت كمان منكم كلنا بيتكفل بأسر. كلنا من غيره ما نسواش.
بيتكفل بأسر كمان. طبعا كلنا من غيره ما نسواش حاجه، ما نقولش حاجه. اللهم ارزقه الشفاء العاجل، يا رب. اللهم ارزقه الشفاء العاجل. ويا ريت الناس بس تدعي له، اللي بيحبه يدعي له من قلبه. مش يعني لو هنطلب حاجة واحدة بس على لسان هنا أسرته، مش عايزين غير الدعاء، مش عايزين حد يقول عليه كلمة كذا، مش عايزين غير ان احنا نقول بس. اللهم ارزقه الشفاء العاجل، بس. اللهم تمم شفاء على خير، يا رب رجعه لأهله سليم معافى، يا رب يرجع لأولاده سليم معافى، يا رب يعني ما يحط حد في أي موقف زي ده. يا رب. في حد غيرك أنت واسماعيل مصابين؟ في 2 تاني معايا، من الفرقة، 3 تاني 3 من الفرقة. من الفرقه. بس والحمد لله على كل من شيء. حب الناس في اسماعيل بدأوا يقولوا إن هو محسود، مضايقين الحمد صديقه. لله الحمد لله. أنت شايف فعلا إن اسماعيل يكون محسود؟ والله احنا الحمد لله برضه، احنا اغلب من القول. الحمد لله. بس ما نقولش حاجه تانية اكتر من اسماعيل كده. عمل خير كبير وبيعمل خير دايما. هو احنا ان شاء الله طيب باذن الله يكون وغلبان. منهم. معلش انا اسف، اجدع منه مش هشوف. ده حقيقي. بس ما اقولش حاجه تانية. متواضع، آه. بيقعد بين اهله، صاحب صاحبه وجدع. صاحب صاحبه. كل حاجه. اب لاصحابه ولزمايله. طبعا عرفت كمان منكم كلنا بيتكفل من باسر، كلنا من غيره ما نسواش. بيتكفل باسر كمان. طبعا كلنا من غيره ما نسواش حاجه، ما اقولش حاجه. اللهم ارزقه الشفاء العاجل، يا رب. اللهم ارزقه الشفاء العاجل. ويا ريت الناس بس تدعي له، اللي بيحبه يدعي له من قلبه. يعني لو هنطلب حاجة واحدة بس على لسان هنا أسرته، مش عايزين غير الدعاء، مش عايزين حد يقول عليه كلمة كذا، مش عايزين غير ان احنا نقول بس. اللهم ارزقه الشفاء العاجل، بس. اللهم تمم شفاء على خير، يا رب رجعه لأهله سليم معافى، يا رب يرجع لأولاده سليم معافى، يا رب يعني ما يحط حد في أي موقف زي ده. يا رب. في حد غيرك أنت واسماعيل مصابين؟ في 2 تاني معايا، من الفرقة، 3 تاني 3 من الفرقة. من الفرقه. اه في عم الشيخ سامي وسري اه وحسام السواق. أخطر حد اسماعيل ولا حسام؟ اخطر حد اسماعيل. اسماعيل. اللهم ارزقه شفاء عاجلا يا رب، اللهم ارزقه شفاء عاجلا يا رب. بنطمن حضراتكم ان يعني اسماعيل الحمد لله حالته مستقره هنا من داخل المستشفى، بنطمن حضراتكم، ولكن الدعاء، نسالكم الدعاء، والله العظيم ما في ايد اي حد حاجه غير ان احنا نقول يا رب وان احنا ندعي. اللي بيحب اسماعيل يدعي له، وانا عارف ان الكل بيحب اسماعيل.